ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. معاك توني ماهر من قناة توب 10. التوب 10 معانا النهارده من أعلى 10 شركات من حيث القيمة السوقية في 2024. الشركات في العالم بتتقارن بناء على قيمتها السوقية ورأس مالها، والقيمة السوقية هي عبارة عن مجموع عدد الأسهم في سعر السهم. يعني مثلا لو الشركة فيها 100,000 سهم والسهم ب10 دولار، يبقى هنضرب ال100,000 سهم في ال10 دولار، هيطلع لنا قيمة الشركة $1,000,000. تعالوا بقى نعرف مين هم أعلى 10 شركات في العالم من حيث قيمتهم السوقية في 2024. والمركز العاشر معانا شركة تايوان TSMC لتصنيع أشباه المواصلات المحدودة، وتأسست يوم 21 فبراير سنة 1987، ومقرها في سين شو في تايوان، ومؤسسها هو موريس تشان. وعدد العاملين في الشركة لسنة 2021 كان حوالي 65 ألف عامل، ورأس مال الشركة 610 مليار 911 مليون دولار أمريكي. والمركز التاسع معانا هي شركة إيلاي ليلي، والشركة دي هي شركة دواء أمريكية عالمية، ومقرها الرئيسي في إنديانا بوليس في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية. والشركة دي اتأسست سنة 1876، ومؤسس الشركة هو إيلاي ليلي على اسمه يعني. ورأس مال الشركة 909 مليار دولار و11 مليون دولار أمريكي. والمركز الثامن معانا هي شركة بيركشير هاثاواي، وهي شركة قابضة ومقرها الرئيسي في أوماها في الولايات المتحدة الأمريكية. ورئيس الشركة وهو مديرها التنفيذي هو وارن بافيت، الغني عن التعريف. الشركة دي اتأسست سنة 1839، وعدد العمال اللي شغالين في الشركة 360 ألف عامل. ده مرتب ده ولا؟ رأس مال الشركة هو 1 تريليون و28 مليار دولار أمريكي. والمركز السابع معانا هي شركة ميتا فيسبوك، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات. والشركة دي بتمتلك تطبيقات كتير زي فيسبوك وانستجرام وواتساب وماسنجر. وشركة ميتا فيسبوك اتأسست يوم 29 يوليو سنة 2004، ومقرها الرئيسي في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. مديرها التنفيذي هو مارك، وعدد العاملين في الشركة حوالي 58 ألف لسنة 2020. ورأس مال الشركة هو 1 تريليون و294 مليار 66 مليون دولار أمريكي. احفظها بقى. والمركز السادس معانا هي شركة في دولة عربية. اللي يعرف يعمل ستوب ويكتب في الكومنتات توقعه، ماشي، واللي هيجاوب صح هيكسب معانا. آه، حب المركز السادس معانا هي شركة أرامكو في السعودية، وهي شركة سعودية وطنية بتشتغل في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات. وتم تأسيس الشركة عام 1933، ومقرها في الزهران في المملكة العربية السعودية. ومدير الشركة التنفيذي هو أمير نصار. وعدد الموظفين في الشركة بيوصل لحوالي 65 ألف عامل. وتم تأميم الشركة سنة 1988. ورأس مال الشركة هو 1 تريليون و797 مليار دولار أمريكي. المركز الخامس معانا هي شركة أمازون، وهو موقع للتجارة الإلكترونية طبعا كلنا عارفينه. وسميت الشركة باسم أمازون نسبة لنهر أمازون اللي في أمريكا الجنوبية. والشركة دي اتأسست يوم 5 يوليو 1994، ومقرها الرئيسي في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. ومؤسس الشركة هو جيف بيزوس. وعدد الموظفين في الشركة هو 1,608 ألف عامل. ورأس مال الشركة هو تريليون و849 مليار و85 مليون دولار أمريكي. والمركز الرابع يا صديقي هي شركة جوجل، ومقرها الرئيسي في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم إعادة هيكلة شركة جوجل يوم 2 أكتوبر سنة 2015. والمدير التنفيذي للشركة هو ساندر بيتشاي. ورأس مال الشركة هو 1 تريليون 944 مليار و10 مليون دولار أمريكي. لو وصلت للسنة دي يا صديقي في الفيديو عجبك، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، تشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ويلا بينا على المركز التاني. المركز الثالث معانا هي شركة انفيديا، وهي واحدة من أكبر الشركات إنتاجا لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكمبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو. الشركة ديت مش بتصنع لكنها مخصصة للتصميم. والشركة دي اتأسست 5 إبريل 1993، ومقرها الرئيسي في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. كاليفورنيا محتلة الدنيا. أنت تعرف يا صديقي إن ولاية كاليفورنيا دخلها في السنة أكتر من قارة أفريقيا كلها. إحنا مش عايشين. والمدير التنفيذي هو جينسون وان. وعدد الموظفين 13,700 لسنة 2020. ورأس مال الشركة هو 2 تريليون و649 مليار و24 مليون دولار أمريكي. كده مش فاضل غير أول مركزين. توقعوا في الكومنتات مين هو المركز الأول ومين المركز الثاني قبل ما نقولهم. أنا كتبت. يلا بينا. المركز الثاني معانا هو شركة مايكروسوفت،
وهي شركة متعددة الجنسيات وبتعمل في مجال تقنيات الحاسوب. مايكروسوفت ومقر الشركة الرئيسي في ريدموند في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأسست في 4 إبريل 1975، ومؤسسين الشركة هم بيل جيتس وبول ألين، وعدد الموظفين 181 ألف عامل، ورأس مال الشركة هو 3 تريليون و43 مليار و38 مليون دولار أمريكي. قبل ما نقول المركز الأول، توقع هتكون شركة إيه في الكومنتات تحت. طبعا كلنا عارفين المركز الأول هي شركة إيه، والمركز الأول هي شركة أبل. طبعا مش محتاج أتكلم عن شركة أبل، هي غنية عن التعريف، وشركة أبل هي شركة متعددة الجنسيات في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وتم تأسيس شركة أبل يوم 1 إبريل 1976، ومؤسس الشركة هو كان ستيف جوبز، وكان معاه 2 شركاء تاني. وعدد العاملين في شركة أبل كان 154 ألف عامل لسنة 2021، ورأس مال الشركة هو 3 تريليون 387 مليار دولار. كده قلنا التوب 10 في أعلى 10 شركات من حيث القيمة السوقية، وكده هنعرف إيه هي أعلى شركة في كل قارة. في قارة أمريكا الشمالية هي شركة أبل بأكتر من 3 تريليون دولار زي ما إحنا كنا قايلين دلوقتي. وفي أمريكا الجنوبية شركة بتروباس بأكثر من 90 مليار دولار. وفي قارة أوروبا شركة LVMH بأكتر من 400 مليار دولار. وفي آسيا شركة أرامكو السعودية اللي هي طبعا المركز السادس على العالم بأكتر من 2 تريليون دولار. وفي قارة أفريقيا شركة ناسبير بأكتر من 38 مليار دولار. وفي أستراليا مجموعة BHP بأكتر من 150 مليار دولار. وبكده يبقى خلصنا الفيديو، وهسيب لكم لينك المصادر اللي جبنا منها معلومات في الفيديو في الديسكربشن بوكس. وبكده نبقى عرفنا مين هم أكبر 10 شركات في العالم وأكبر شركة في كل قارة لسنة 2024. وما تنساش يا صديقي لو الفيديو عجبك تعمل لنا لايك وتشترك في القناة عشان لسه في الأول محتاجين دعمكم. واقترحوا علينا في الكومنتات ايه الفيديو اللي انتوا عايزينه المرة الجاية عشان نعمله. سلام.